سنعرض في هذه المداخلة إلى أمرين اثنين، هما الانتفاضات في الأقطار العربية ثم المهام الملحة للثورية. وسنقدم بهذا ولو بإيجاز تحليل الوضع القائم على الوضع العام في الوطن العربي أو في الأقطار العربية ما قبل الانتفاضات العربية، إذ كان يتميز الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي قبل بدء الانتفاضات بالسمات التالية. أولا، نظرا إلى ارتباط الأنظمة العربية الحاكمة بالقوى الاستعمارية التي اتخذت من بلدانها أسواقا لترويج بضائعها الرأسمالية وموارد لنهب ثرواتنا ومواردنا الأولية، ونظرا إلى تخلي هذه الأنظمة بحكم عملتها عن خيار التصنيع الوطني، فقد أحكمت العولمة، وهي وجه الرأسمالي الحالي، قلت أحكمت العولمة سيطرتها على كل أقطار الوطن العربي تداينا مشروطا. تعرف القروضات للبلدان اللي تحب تتداين، لكن قروضات مشروطة بخوصة وبتنحية صندوق التعويض وما إلى ذلك، وهذه إجراءات ونجوها في تونس أكثر. استثمار المحلي معناها من قبل المؤسسات الأجنبية توريدا لمنتجاتها بحكم انعدام الصناعة الوطنية في أقطارنا، فتقريبا كل ما نراه من مصنوعات وكذا هو ميد إن خارج البحار وفي البلدان المصنعة، وبلدان هي مستوردة فقط. هذا توصيف على مستوى الدول. بالنسبة للوضع الشعبي، التفقير الذي بلغ 40 أو حتى 50% مصر والمغرب واليمن وتونس، البطالة والطرد من العمل بحكم إجراءات الخوصة، التفاوت الطبقي من حيث الملكيات والأجور، التفاوت الجهوي والميز العرقي والفرز الطائفي والمسحات عن كل أقطار الوطن العربي، الفساد والاستبداد السياسي، قمع الحريات الفردية والسياسية، إضافة إلى التلوث البيئي. لا ننسى كذلك أن نشير إلى أن كل الأنظمة معناها جل الأنظمة العربية هذه قامت بالتطبيع مع كيان صهيوني، البعض منها تطبيع مباشر على تبادل سفراء، والبعض الآخر تطبيع ثقافي وتطبيع سياحي وتطبيع تجاري وما إلى ذلك، تطبيع قبيل. ولكن لا نعدم كذلك النظام على مستوى الساحة الشعبية، على مستوى الجانب النقابي، الجانب الطلابي، هناك مقاومة نقابية، هناك انتفاضات جهوية، وهناك إذن نضالات متفرقة. سنرى أن كل هذا سيأتي معناها يتخمر ومعناها يأتي في العنصر الرئيسي الذي سنمر إليه، وهي الانتفاضات العربية. سنعالج في القسم الأول طبيعتها. هي إذا انتفاضات ناجمة عن تناقض داخلي وعن صراع طبقي بين قطبين، طبقات الأنظمة الحاكمة واختلافاتها المرتبطة بالإمبريالية المتشكلة من أصحاب المؤسسات والصناعات الكبرى، من كبار تجار وسماسرة البترودولار عفوا، من أصحاب المؤسسات الأجنبية داخل الأقطار العربية، واللي يملكوا حتى الأراضي يملكوا في الأراضي، يملكوا المؤسسة والأراضي، أصحاب النيابات المؤسسات التجارية والأجنبية كالليجاجونس اللي يبيعوا لنا السلع على السيارات وغيرها من المواد اللي يحلوا مؤسسات أجنبية في البلاد، كبار رجالات الدولة والسماسرة والمهربين. هذه تقريب تشكيلة الطبقات الحاكمة والمستقلة. بالنسبة للجماهير الشعبية المتشكلة أساسا من العمال وصغار الموظفين العاطلين عن العمل، وخاصة الشباب منهم، صغار الفلاحين وصغار الحرفيين والصحفيين، أصحاب المهن الصغرى كذلك والحرف، بعض الصحفيين والفنيين. إذن التناقض بين هذين القطبين شكل أو معناها سبب أو أدى إلى هذه الانتفاضات. فهي إذن انتفاضات جماهيرية تعبر عن رفض لسياسة رجعية
ومعاناة شعبية وضعت هدفا لها الإتاحة بالأنظمة العربية المعادلة لمصالحها. وقد اتخذت هذه الانتفاضات عدة أشكال، منها المظاهرات، الاعتصامات، الإضرابات، إضافة وهو أمر رئيسي إلى المواجهات وحرب الشوارع في المدن والأحياء. وكان شعار ديجاج الذي رفع في كل الانتفاضات العربية معبرا عن الرد الشعبي لهذه الأنظمة السياسية الرجعية المتجلية في رد المسألة الاجتماعية والسيطرة الأجنبية الوطنية والمسألة الديمقراطية. إذا ثلاث مسائل مع بعضها، المسألة الاجتماعية، المسألة الوطنية، المسألة الديمقراطية، وهي انتفاضات كذلك بعيدة عن التوصيف بتاع الصحافة الأجنبية. هذه الصحافة الرأسمالية الغربية والإعلام الغربي اللذان سعيا إلى إضفاء صفات ونعود لا علاقة لها بأسر الانتفاضة وبهموم الشعب الذي طال من أجلها من ذلك ثورات الربيع العربي، ثورة ياسمين، وهي تحقيق تسميات تريد الانحراف والانزياح المقصود بمضمون هذه الثورات عن مقصدها الأساسي. بالنسبة إلى سيرورة هذه الانتفاضات، قبل تحليل سيرورة هذه الانتفاضات العربية لابد من إبداء ملاحظة منهجية هي التالية: هناك معطيات محلية قطرية، وهناك جزئيات، وهناك بعض الاختلافات الثانوية تتعلق بكل انتفاضة عربية وبمسارها وبمآلها، وهي خصوصية كل تجربة. لكن هناك أسباب عامة وهناك عوامل مشتركة وتناقضات مشتركة ونتائج متفاوتة تجعلنا نأتي على المفاصل الكبرى الرئيسية الجامعة لكل هذه الانتفاضات، وتجعل عناصر التشابه والالتقاء أكثر من عناصر الاختلاف والتباين. وهذا هو السبب الذي جعلنا نقوم بتحليل شامل لكل الانتفاضات، لأننا نرى أنها تقريبا تتشابه بنسبة 80 أو معناها 90% من حيث الأسباب ومن حيث الوضع الداخلي ومن حيث الأسباب أصلا التي حدثت عليها. لقد مرت إذا الانتفاضات العربية بثلاث مراحل. مرحلة النضال الشعبي حيث كانت المبادرة بيد الجماهير المنتفضة تمكنت خلالها القوى الثورية والوطنية والتقدمية من التأثير فيها عبر المساهمة الميدانية وعبر التوجيه والتقدير لإسقاط مراكز السيادة تحت شعار الشعب يريد إسقاط النظام. حصل هذا خلال الأشهر الأولى للانتفاضات في تونس بالضبط من يوم 17 ديسمبر 2010 إلى يوم 27 في 2011، يوم تسلم الباجي قايد سبسي الوزارة الأولى وداد منعرج بعد القصف الثاني، بعد القصف 1 في مصر من 25 جانفي 2011 إلى حد سقوط مبارك يوم 11 في 2011 كذلك. هناك أن حضور القوى التقدمية داخل الجماهير الشعبية في الأحياء في المؤسسات في كل الأماكن موجود بكثافة. سنرى هل توصل هذا الحضور الشعبي للقوى التقدمية أم تراجع وخفت وتحول. أو النقطة الثانية هي افتكاك المبادرة لفائدة القوى البرجوازية الليبرالية وقوى الوسط بتأثير امبريالي خارجي وإقليمي وانسياق البرجوازية الصغيرة وأحزابها وبعض أطراف اليسار العربي وراءها. مثال من ذلك يتجلى في تخلي بعض أحزاب اليسار عن المجلس الوطني لحماية الثورة والتحاقهم بهيئة ابن عاشور في تونس في أبريل 2011. وهذا لم يكن معناها متقسم على تونس فقط، بل حصل في عدة أخطاء أخرى وتجارب أخرى. نضيف كذلك إلى أن سببا من أسباب تراجع القوى التقدمية واليسار وفاعلته هو عجز القوى الوطنية ككل عن قيادة الانتفاضة
بفعل عامل القمع وضعف التجذب الشعبي ونقص التجاذب، ولكني هنا لا أريد أن أعمد إلى نزعة تبريرية، وهو السائد تقريبا أن كل الأطراف تحاول أن تبرر وتظهر أن اليسار قام بما يجب أن يقوم به وفعل ما يجب فعله وكذا، ولكن هي نزعة تبريرية بعيدة عن ملامسة الواقع الحقيقي الذي سأحاول أن آتي عليه. ثالثا، إذا المرحلة الثانية نقول في الأقطار خاصة تونس ومصر الأقطار القريبة عنا أكثر، نرى أن وقت الانتفاضة ماشية وعندها كان ثم مشوار باش تتجدد وتواجه بالحق الانتفاضة والمرور إلى السلطة، مش عبر طريق الانتخابات بعد اللي جاي إلى آخره، عبر معناها الحراك الثوري والفعل الثوري والشرعية الثورية. السفراء خدمت على الواحة والمنظمات الأجنبية وبالفعل تمكنوا من انتهاء وافتكاك مقود الانتفاضة لصالحهم. إذا العنصر الثالث هو تدخل الاحتياط الثاني الإمبريالي من أجل السيطرة على الانتفاضة العربية بتقديم وتوظيفه لصالحه بدفع من القوى الاستعمارية. ومثال ذلك الترك في تونس بقيادة النهضة حزب الإخوان في مصر الذي حكم معناها الثورة الإسلامية. أن الوجه الآخر للجماعات الدينية الظلامية صنيعة المخابرات الإمبريالية والبترودولار الخليجي فقد اندس في البداية في هذه الثورات والانتفاضات كما حصل في سوريا، لكن سرعان ما حاول إزاحة باقي الأطراف والسيطرة على الوضع ساعيا إلى استغلال الأوضاع الاجتماعية والعواطف الدينية، فتخلى عن شعارات الثورة هناك وعن الأهداف التي انطلقت من أجلها تلك الانتفاضات، ورفع شعار الجهاد والتكفير وشكل معسكرات بعد أن استولى على عديد المناطق في سوريا وليبيا وفي العراق. فجند عديد المقاتلين من جميع أنحاء العالم وخاصة عبر خط ليبيا تركيا سوريا التي تحولت كذلك معارضتها الليبرالية الممولة من الدول الغربية الاستعمارية إلى احتياطي لتعويض النظام السوري وخدمة مصالح تلك القوات التي مولته. إذن خلال هذه المرحلة خفتت الشعارات الشعبية تدريجيا ودخلت شعارات تعبر عن مصالح الطبقات الليبرالية. ففي تونس كان الشعار ديجاج ديجاج يا حماش، التشغيل استحقاق يا عصام السراج، شغل حرية كرامة وطنية. وفي ميدان التحرير في القاهرة في مصر رفع شعار كبير وهو عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية. وفي داخل الأقطار العربية كانت شعارات تبنى الانتفاضة مركزة حول المسائل الأساسية مثل طلب السلطة الحاكمة، معالجة القضايا اللي يعيشوها الناس يوميا كالصحة والتعليم والتنقل والأجور والعدالة الاجتماعية. وقد ظلت لا ننكر أن قد ظلت عديد الشعارات التي ارتقت إلى مستوى الوعي السياسي مرفوعة، ولكن بعضها أصبح شعارات لا تلامس قضايا الشعب المفقر والكادح ولا تعالج همومه، بل تتعلق بالديمقراطية والحرية السياسية، تتعلق بالوحدة الوطنية والتضامن، وأخيرا تتعلق بمقاومة الإرهاب. وهي شعارات الحقيقة تستغلها البرجوازية وتبثها القوى المسيطرة والمشرعية للانسياح من التناقض الرئيسي بين جماهير الشعب وأعدائهم إلى العملية التنموية لصالح هذه الطبقات وهذه الفئات وهذه الأحزاب. هي شعارات الحقيقة تدل على التحول المقصود من طرح المهام الشعبية الرئيسية إلى إثارة القضايا التنموية التي لا تخدم إلا مصالح البرجوازية بكل فئاتها. أخيرا نشير إلى نجاح القوى الرجعية في إعادة ترتيب بيتها الداخلي عبر إعادة بناء مؤسساتها، مجلس النواب، رئاسة، بعض المؤسسات الأخرى. وهذا مثلا هذا ما حصل في تونس وهذا ما حصل في مصر تحت غطاء الجيش. رجعوا نشوفوا أن التركيبة القديمة بتاع الأحزاب السياسية القديمة تجمعوا وتسافر رجعت في ثوب جديد بعد ما يسموه الشباب الرسلة. مصر
تم بعون حزب مبارك الحزب الوطني الديمقراطي تحت رفاق الجيش. اليمن قيد الانجاز تحت رفاق اقليمي والجري عالمي. ليبيا قيد الانجاز بتدخل منظمه الامم المتحده. انتقل الان الى العنصر الرئيسي الثاني وهو المهام الملحه للثوريين. لقد حاولت القوى التقدميه وعلى راسها الاحزاب والمجموعات اليساريه الفعل في الانتفاضات العربيه كما اشرت، فقدمت عديد الشهداء في كل من تونس مثل شكري بن عيد ومحمد ابراهيم بن مصر، وفي مصر واليمن وسوريا وليبيا وغيرها، واخرهم المناضله المصريه شمس صباح التي تم اغتيالها يوم 24 جاب 2015. ولكنها عجزت، أي أن هذه القوى التقدمية عجزت عن قيادة حركة الثوري حتى النهاية لأسباب منها. أولا تشتتها التنظيمي. ثانيا غلبت النزاعات الزعاماتية والفئوية على قيادتها، وهو ما جعلها قليلة التأثير في الجماهير الشعبية. ثالثا تماهي البعض منها مع القوى الوسطية والبرجوازية إلى درجة التدين. ففي تونس يمكن الحديث عن عديد التجارب الائتلافية والجبهوية فيما بين القوى التقدمية ومع القوى الوسطية لم تفلح في إرساء تنظيم سياسي يقود الانتفاضة إلى النصر النهائي، ومن ذلك نذكر تجربة المجلس الوطني لحماية الثورة الذي تأسس في آخر شهر في 2011 وانحل في جوان 2011. ثلاثة تجارب الجبهة الشعبية. تجربة الجبهة الشعبية الأولى المسماة الجبهة الشعبية 14 جاب التي تأسست في 20 جاب في 2011. ثم تجربة الجبهة الشعبية 14 جاب في الثانية التي تأسست يوم 14 جاب في 2012. ثم التجربة الثالثة التي تأسست في أكتوبر 2012. نشير كذلك إلى تجربة توحيد عديد المجموعات الحزبية، نجح بعضها نجاحا نسبيا وفشل بعض الآخر. مقابل هذا قلت كانت الأحزاب الدينية جاهزة للفعل في الانتفاضات رغم أنها كانت غائبة عن اندلاعها بعيدة عن المساهمة فيها، غير أن حضورها اللوجستي وجاهزيتها من حيث القيادة والتنظيم والبرامج والوحدة والدعاية والإعلام جعلها تتمكن من استثمار حركة هذه الانتفاضات. أن تقييم الموضوعي يقود إلى تساؤل: لماذا أفلحت الطبقات الرجعية في الأقطار العربية المنتفضة في استعادة زمام المبادرة وفي التحكم في المسارات السياسية وفي توجيه حسب إرادتها وفي العودة إلى السلطة؟ هل كان ذلك بسبب التدخل الخارجي عبر سفراء الدول الاستعمارية وعبر مؤسساتها كمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فقط؟ هل كان ذلك عبر ما تملكه هذه الطبقات من مال ومن سيطر على المؤسسات الاقتصادية والإعلامية؟ أم كان عبر ما يسمى بانحراس الدولة العميقة المتحكمة في شرايين مؤسسة النظام ما قبل الانتفاضات؟ نعم، كان ذلك عبر كل ما ذكرناه، ولكن ثم حاجة رئيسية كانت لدينا. شبيهم عندك الفلوس، عندك الإعلام، عندك كذا. أين القوة؟ القوة اليسارية عندها العقلانية وعندها الوضوح وعندها المبدئية وعندها كذا. السبب الرئيسي يكمن في أن هذه الطبقات كانت مستعدة وجاهزة لأي حركة سياسية ولأي معركة عبر أحزاب كبيرة متشكلة سلفا أو سرعان ما تشكلت
أي أن هذه الطبقات كانت تترصد أي اتفاق للانقلاب عليها وأي ثورة لافتكاكها وتوجيهها لصالحها، بينما كانت القوى التقدمية وكان اليسار مشتتا متباينا مختلفا متناحرا فيما بينه في كل الأقطار العربية، فلم تجد الجماهير المنخفضة قيادة حزبية أو جبهوية تقدمية جاهزة وقادرة على السير بثوراتها وانتفاضاتها إلى النهاية، أي افتكاك السلطة السياسية، إذ لم تصمد المجموعات والأحزاب الثورية أمام الأحزاب الوسطية والإصلاحية والليبرالية والدينية، ولم تستطع قيادة تلك الانتفاضات. نظرا إلى كل ذلك يتوجب على القوى الثورية إنجاز مهمتين ملحتين أساسيتين. أولا، نبذ الخلافات الثانوية والشكلية التي فسحت المجال أمام اليمين الديني واليمين الليبرالي لافتكاك السلطة عبر تكريس شعار الوحدة. إذا اليسار المطالب بأن يرفع الوحدة، اليسار المشدد هو المطالب برفع الوحدة الحزبية في المرحلة الأولى والوحدة الجبهوية في المرحلة الثانية، واليسار إذا توحد لن يغلب. ثانيا، العمل على قيادة النضالات المتواصل في كل المناطق والأحيان والمؤسسات والقطاعات والجهات في إطار المسار الثوري، باعتبار أن الأهداف التي انتفضت من أجلها الجمعية الشعبية لا زالت حاكمة. الأهداف التي انطلقت من أجلها الانتفاضات العربية لم تتحقق، وبالتالي فإن الرجعية التي أفلحت غربيا في ترميم بيتها الداخلي في بعض الأقطار العربية تونس ومصر مثال عبر الانتخابات المشوبة بالمال الفاسد لن تتمكن من حل القضايا العالقة ولن تستطيع الإجابة عن انتظار الجماهير في حق الشغل وفي الحياة الكريمة وفي القضاء على الفساد وفي القضاء على خوصيص القطاع العمومية اللي مهدده بالخوصة كلها وفي العدالة الاجتماعية. يعني حتى إذا كان عنده مكياج بتاع انتخابات ديمقراطية صحيحة وكذا وصناديق إلى آخره، فإن هذا الطريق الذي وصل للسلطة لن يقضي على التناقض الرئيسي والأسباب الرئيسية التي انطلقت من أجلها الانتفاضة أو الانتفاضات العربية، وبالتالي فدواعي الانتفاضة أو عودتها من جديد